شاب مصري فشل في مشاريع كتيرة قبل كده، ولكن مشروعه الأخير نجح في إنه يخلي مشروعه ده يساوي، اسمع الرقم، 257 مليون دولار. ده مصطفى أمين، شاب مصري درس الهندسة الطبية وتخرج من المعهد التكنولوجي العالي بمصر سنة 2012. بداية شغله كانت في فودافون. شغله في فودافون عمل له حاجة مهمة قوي، وهي معرفة طبيعة خدمة العملاء وإزاي يكسب ثقة العميل. مصطفى حياته ما كانتش سهلة خالص، بالعكس ده فشل في 4 ستارت اب قبل كده، وده خلاه في مفترق طرق. وتحديدا سنة 2017 كان عنده خيارين، إنه يسيب مصر ويدور على فرصة بره، أو يعاند ويبدأ تاني وعلى الله التسهيل. مصطفى قرر إنه يكمل في مصر، وفي عشاء كان بيجمعه بصاحبه محمد حبيب لمعت في دماغه فكرة، طب ليه ما نعملش منصة لتوصيل العيش الطازة للناس؟ واللي اختار اسم الفكرة دي كانت مرات مصطفى نفسها، وسمت الفكرة دي بريد فاست. وبدل ما يوصلوا العيش من المخابز الموجودة في القاهرة، هم قرروا يخبزوا العيش بتاعهم بنفسهم علشان ما يكونوش تحت رحمة الموردين. وده كان تفكير ذكي فعلا، وده خلى الناس تثق فيهم وفي منصتهم الجديدة دي، لأن الجودة ووقت التوصيل قدروا يظبطوا مع العملاء صح. لكن الفكرة الجديدة الناجحة دي في الأول ما قدرتش تجذب مستثمرين يمولوها، لأنهم ببساطة فكروا يعني ايه توصل العيش لباب البيت. ده فكرة باين انها فاشلة وغريبة عن المجتمع المصري اللي مليان مخابز في كل شارع وحارة تقريبا. بس هم قدروا يعملوا مراكز توصيل صغيرة ولكن كتير في مصر كلها، وقدروا يقللوا وقت التسليم ل 60 دقيقة، ودلوقتي شغالين انهم يخلوه تلت ساعة بس. وبالطريقة دي الشركة كبرت وقدرت تجذب مستثمرين يمولوها بحوالي 30 مليون دولار، وقدروا كمان يوصلوا لتقييم في السوق يساوي تقريبا 257 مليون دولار. هو ابتدى بتوصيل العيش للبيوت، بس دلوقتي قدر يبقى اكبر بآلة اونلاين بيوصل حوالي نص مليون طلب في الشهر. وبريد فاست دلوقتي بيبيع اكتر من 5000 منتج مختلف على الستور بتاعه اونلاين، زي الالكترونيات ومنتجات العناية الشخصية وغيرها. وكمان الفترة دي انا سامع انهم هيتوسعوا لمدن اكتر في مصر وبعض الدول الافريقية. لايك وشير وتابعني لو بتحب المحتوى ده علشان لسه في اكتر.